ناس كتير بتحسب السفر بهدفع كام قصاد ايه، يعني كل جنيه لازم يكون قصاده متعة بأي شكل من الأشكال. وده طبعا الغرض الأساسي من السفر، بس ايه خليك تدفع فلوس وتسافر عشان تساعد ناس ما تعرفهاش؟ أنا كنت عايزة أفهم، وفي رحلتي لكينيا مع آيزك عرفت الإجابة، وفهمت يعني ايه حياة التطوع بعد ما عشتها. كفاية تعرف ان الأسر اللي بتساعدها 20 دولار ممكن يعيشوهم شهر كامل أكل بس، يعني لا بيتعلموا ولا بيتعالجوا. ولو جه في بالك انك تتبرع لهم وخلاص يبقى فهمت الموضوع غلط، ودي مش حاجة وحشة، أنا كمان كنت فاهمة كده وإن ده دوري الوحيد في مساعدتهم. لحد ما فهمت ان الفلوس لوحدها مش ممكن أبدا تبني وتعلم وتوعي، خصوصا لو بتتكلم عن ناس اكترهم مرضى بالHIV حتى الاطفال، والتعليم الحكومي عندهم بفلوس، ده غير انه اصلا بعيد وقليل، فالناس مش بتتعلم لان هم ما بيقدروش يدفعوا. ومن هنا ظهر اهميه التطوع واهميه وجود ناس زي آيزك، ودي منظمه شبابيه دوليه غير هادفه للربح، ومن ضمن برامجها الكتير سافرت معاهم في برنامج جلوبال فولنتير، وده برنامج محطوط له حوالي 17 هدف، من اهمهم التعليم والصحه طبعا، وكلهم متوقفين على متطوعين، انا وانت وناس من كل دول العالم. بس انت ايه خليك تتطوع في حاجه زي دي برضو؟ لا، اسباب كتير الحقيقه. انا مثلا عديت على كل البرامج تقريبا، ففي البرنامج التعليمي مثلا لقيتهم عاملين مدارس بيقدموا فيها متطوعين دروس للاطفال، يعلمهم القرايه والكتابه ويفهمهم حاجات جديده. شعور حلو قوي لما تقدم معلومه لطفل انت عارف ان عمره ما هينساها ولا هينساك، وهيكبر وهو متعلم، وبالتالي هيعلم اولاده، وكانك بتساعد جيل بحاله. اما في الصحه مثلا عاملين برامج توعيه للوقايه والسلامه العامه، ومساعدات بادويه وغيره، مع الاهتمام بضحايا الاغتصاب ومرضى الHIV اللي ما كانوش يعرفوا حاجه عن المرض، وتوعيتهم وغيرهم بيه بيحمي ناس كتير. بطريقك بقى بتقابل ناس كتير، منهم ناس كبار في السن، وجودك واهتمامك بالنسبة لهم بالدنيا وما فيها، وانك بس تسمعهم ده بالنسبة لهم حياة، ده غير انك عايش من 6 ل8 أسابيع حياة المواطن المحلي، بتاكل وتشرب وسطهم وزيهم، لان معظم الاماكن اللي فيها المشاريع بتكون في قرى صغيرة بعيدة عن المناطق السياحية، فبتبقى فرصة ليك تشوف البلد بجد، وهوريها لكم في الفيديو الجاي. كمان انت هناك بتتعرف على ناس من كل دول العالم، وبتقضوا مع بعض طول فترة وجودك هناك، فبتكون صداقات وتتعرف على ثقافات مختلفة كأنك سافرت لكل بلد منهم، وبقالك صحاب هناك كمان. أتمنى إن كل إنسان يعيش التجربة دي حقيقي، لأنك بترجع شخصية تانية بإكسبيرينس مختلفة. أنا بعد كينيا رجعت مصر، وبعدها سافرت لنيويورك، يعني من حياة فيها معاناة لمنتهى الرفاهية، وده خلاني أبص على الأمور بشكل مختلف. شكرا لكل إنسان قرر يساعد ويشجع غيره يعمل كده. شكرا آيزك، لأني شفت معاكوا جانب غير الجانب اللي بشوفه من سفرياتي العادية. أنا حبيت التطوع وحسيت بقيمته جدا، لأني شفت إن لو مفيش تطوع مش هيبقى في حياة بجد عند ناس بتموت من مرض وجوع كل يوم حرفيا. مش معنى كده إني بقول لكم ما تسافروش بلاد مرفهة، لا طبعا، لفوا العالم كله. أنا بس هنا بقول لكم جربوا تسافروا تطوع، ودي الخطوات بسيطة.